إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. إن العناية بصلاح القلب وإصلاحه أمر واجب على كل مسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا كما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذا قرأنا كتاب الله ورأينا ما ذكر الله تعالى في كتابه من أحوال ناس كافرين وناس زائغين، أزاغ الله تعالى قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حينما نقرأ هذه المواضع وغيرها فإننا نعلم أن العناية بطهارة القلب، وأن الحرص على إصلاح القلب وعلى إخلائه مما يكون محبطا للأعمال ومما يكون مهلكا للعبد في الحال أو المآل أمر واجب على كل مسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا كما في صحيح مسلم أخبر أن الفتن تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين. لما تصير القلوب على قلبين الناس لا يرون هذا، حتى الذي يكون قلبه كذا أو قلبه كذا في الجهة المقابلة هو لا يعرف هذا من نفسه، فضلا عن أن يكون عارفه من غيره. وابتلانا الله بهذا، ابتلانا الله بخفاء ما في القلوب، ما في قلوبنا عنا، وخفاء ما في قلوب الغير عنا، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفه ولا ينكر منكره إلا ما أشرب من هواه، لا يمشي بالأمر إلا بحسب ما يحب ويهوى. ابتلاه الله تعالى فأزاغ قلبه وأعمى بصيرته، وكما قال الله تعالى في بعض الناس جعلهم ممن أغفل قلوبهم عن ذكره واتبعوا أهواءهم فكانت أمورهم فرطة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذكر أن ناسا أوتوا عقوله وأوتوا أسماعه وأوتوا أبصاره ولكنهم منها لا يستفيدون. قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
فالقلوب تعمى، يكون المرء حيا يأكل ويشرب وقلبه قد مرض، قلبه قد عمي، بل ربما يموت قلبه وهو لموت قلبه ولموته في الحقيقة، لموته المعنوي لا يشعر أنه قد مات أو قد مات قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا رب العالمين قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مسليا له ومخبرا أن كثيرا من الناس يهلكون أنفسهم، أن كثيرا من الناس يختارون الباطل والكفر والعياذ بالله، وليس هذا بظلم من الله لهم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ربما كانوا حريصين وربما حرص كثير من الناس على طهارة الثياب، على طهارة الأبدان في الظاهر، على أن يكون المظهر في الظاهر حسنا، على أن يكون المظهر في الظاهر موافقا للشرع موافقا للسنة، ولكن لا يجوز أن تكون معتنيا بهذا فقط دون أن تكون معتنيا بصلاح الباطن وصلاح القلب. نعم، اعتناؤك بإصلاح ظاهرك وجعل ظاهرك على ما يوافق الشريعة، على ما يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر حسن مطلوب مأمور به شرعا، ولكن لا بد أن تكون حريصا على أن يكون هذا خارجا ونابعا من قلبك، على أن يكون الأمر عندك في الباطن كما هو عندك في الظاهر، فهناك تلازم بين الظاهر والباطن. فالمؤمن حقا هو الذي يكون إيمانه في قلبه ويظهر على جوارحه، وأما الذي يقول أنا مؤمن في قلبي ولكن جوارحي قد ترى منها ما ترى ويحصل منها ما يحصل ويقع منها ما يقع والإيمان في القلب، فهذا كلام فاسد، هذا كلام أهل الإرجاء، هذا كلام أهل الأهواء الذي يخالف أدلة القرآن والسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، هذا وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله تعالى يقول له إن الذي يريد الله تعالى أن يضله لن يملك له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله، لن يملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عباد الله، لا بد من الحرص على طهارة القلب وسلامته من الأمراض والآفات، لا بد من الحرص على طهارة القلب وسلامته من المهلكات ومن محبطات الأعمال. لا بد أن يكون المرء منتبها لباطنه كما هو منتبه لظاهره، ينتبه لظاهره لأنه يخشى تخطئة الناس ويخشى تعيير الناس ويخشى لوم الناس وينظر إلى نظر الناس ويبحث عن وجوه الناس، ولكن كثير من الناس تجده مع الحرص على الظاهر قد أهمل الباطن حتى صار منه خرابا يبابا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي يوم القيامة في هذا اليوم كما قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربما تظهر في الدنيا ما تظهر، لكن ربك سبحانه وتعالى أعلم بما في قلبك ومن طوى عليه من خير أو شر. يوم القيامة لن يكون نافعا لك ظاهر أظهرته على خلاف ما أنت به متحقق وعلى خلاف ما يعلم الله تعالى من قلبك، بل ربما كان هذا سببا في ازدياد العذاب وازدياد السوء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أظهروا إسلامه أظهروا إيمانه ولكنهم كانوا كفارا منافقين، فكانوا عن غيرهم من بقية الكفار مميزين بما ذكره الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر. قد تكون في الظاهر تظهر من نفسك ما تظهر ويكون منك ما يكون. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقد يكون هذا الشيء اليسير من الكبر مثقال الذرة قد يكون موجبا لك دخول النار. نعم أنت مسلم تدخل في نهاية الأمر الجنة، لكن هذا الشيء اليسير من الكبر قد يقتضي، قد يقودك إلى النار والعياذ بالله تعالى لتعذب فيها بهذا الكبر. فأنت عليك أن تكون حريصا على تطهر قلبك من كل آفة ومن كل ما يكون من المهلكات كالكبر، فإن الكبر من أعظم ما يهلك المرء ومن أعظم ما يجره ربما والعياذ بالله إلى المروق من الدين كله، كما حصل في كثير من الناس قديما وحديثا. الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بطر الحق وغمط الناس، فكثير من الناس جرهم بطرهم للحق وغمطهم للناس وعدم وضعهم الأشياء في مواضعها جرهم إلى أنواع من الضلال والبدعة والزيغ، بل ربما جرهم إلى أنواع من الكفر الأكبر والشرك الأكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلم أن الضلالات وأن الفتن تأتي وتكون عند المرء داخلة على نحو يرقق بعضها بعضا، فيسهل الأول للثاني الدخول، مع أن الضلال الثاني هو أشد من الضلال الأول، لكن وجد الضلال الأول، وجدت الفتنة الأولى، سهلت دخول فتنة ثانية إلى قلبك، وسهلت دخول ضلال ثان إلى قلبك، فتجد أن الضلال والفتنة تقتحم قلبك شيئا فشيئا، رويدا رويدا، حتى يصير قلبك ممتلئا بأنواع من الضلال والزيغ والفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فليكن اهتمامك بهذا أن يكون قلبك سليما، مهما كان نظر الناس فيك، ومهما رأى الناس فيك، ومهما قال الناس فيك من خير أو حتى شر، فإنك لا بد أن تكون معتنيا في هذه الدنيا بأن تموت يوم تموت، وأن يتوفاك الله تعالى يوم يتوفاك، وأنت ذو قلب سليم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاعلموا عباد الله أنه لا تتم سلامة القلب حتى يسلم من 5 أشياء. هناك أصل للسلامة. أصل السلامة أن يسلم القلب من الشرك الأكبر والكفر الأكبر، وأن يسلم من الضلال والبدع. ولا تتم سلامة القلب حتى يكون سالما من 5 أشياء: أن يكون أولا سالما من الشرك كله أكبره وأصغره، ثانيا أن يكون سالما من البدعة التي تخالف السنة، صغرت في أعين الناس أو كبرت، يكون حريصا على أن يكون على نهج السنة، على منهاج السنة النبوية، على طريق أهل السنة والجماعة في كل شيء وفي كل شأن. ولا يكون الرجل من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها، كما قال البربهاري رحمه الله، أي حتى يكون ماشيا على أصول أهل السنة كلها، يكون حريصا على هذا طالما أن هذا واصل إليه وقامت الحجة به عليه، فإنه لا يجوز له أن يكون في هذا منتقيا، يأخذ ما شاء من أصول السنة ويعرض عما شاء من أصول السنة، بل الواجب عليه أن يأخذ بكل أصول السنة، أن يأخذ بكل منهاج السنة النبوية بحسب ما يستطيع أن يصل إليه علما وتعلما وتحصيلا، والحمد لله. الأمر الثالث: لا تتم سلامة القلب حتى يسلم من شهوة تخالف الأمر، شهوة تجعله يعصي الله سبحانه وتعالى، تجعله يخالف أمر الله أو يرتكب ما نهى الله تعالى عنه. ثم أن يسلم من
غفلة تناقض الذكر، لا يكون صاحب غفلة. فهذه مراتب البعد عن الله. البعد عن الله له مراتب. المرتبة الأولى الغفلة، ثم الثانية المعصية، ثم الثالثة البدعة، ثم الرابعة الشرك والكفر والعياذ بالله. فأول شيء يكون بالغفلة، ثم بالمعصية، والمعاصي صغائر وكبائر، ثم بالبدع، والبدع بعضها يكون دون بعض، فبعضها يكون من الكفر والعياذ بالله كالقول بخلق القرآن وكسائر البدع الكفرية عند أهلها، وبعضها يكون دون هذا. فتجد أن المرء يدخل في البدع بشيء يراه في الأعين أو يراه في عينيه صغيرة، فإذا به يصير كبيرة حتى يوصله إلى المرحلة الرابعة من مراحل البعد عن الله، والتي هي المروق من الدين والعياذ بالله. واحذر صغار المحدثات فإنها تعود وتصير كبارا. وهكذا كان الأمر في كل بدعة حدثت في دين الإسلام، كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر به من دخل ثم مضى ثم تجاوز حتى هلك والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أخيرا أن يسلم من الهوى الذي يناقض التجرد والإخلاص لله. لا يكون متبعا لهواه، فإن اتباعه لهواه هو عنوان عصيانه لمولاه وعنوان غفلته عن الله. فلا تتم سلامة القلب حتى يسلم من هذه الأمور كلها، أن يسلم من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجرد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالذي يسلم من الشرك والبدعة والشهوة المحرمة والغفلة عن الله تعالى والهوى الذي يصده عن الاستقامة على أمر الله، فهذا صاحب القلب السليم. وقليل ما هم أصحاب القلوب السليمة، بل يكونون في بعض القطاعات وبعض الأزمنة من النادرين. يندر أن تجد هؤلاء الذين يموتون يوم يموتون يتوفاهم الله يوم يتوفاهم وهم أصحاب قلوب سليمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أصحاب القلوب السليمة، وأن يجعلنا على صراطه المستقيم وعلى منهجه القويم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.